رغم ان هي من اوائل الفنانات اللي مثلوا في تاريخ السينما المصرية، لكن كانت الاكتر والاسوأ حظ في تاريخ السينما المصرية، رغم ان هي كانت ممثلة بارعة. عايزة اقول لكم ان هي برضو من اوائل السيدات اللي دخلوا من المدارس الحديثة. كانت في الوقت دي مدارس مشهورة اسمها مدارس نوتردام. على فكرة هي ممثلة مصرية من مواليد محافظة اسيوط، وهي اسمها بدرية رأفت، وهي اسمها الحقيقي جوزفين جورج ساركيس. هي من مواليد 26/12/1920، ماتت في 3/12/2009. ماتت كده عندها 89 سنة. أول بداياتها كانت إن هي عشان تمثل لقطة طوبة. لقطة طوبة، أيوة هقول لكم ليه. هي أولا كانت يعني عيلتها من النوع اللي بيحبوا يروحوا السينما كل خميس أو كل أسبوع. كان طبعا والدها كان باش كاتب، فكان بياخدها معاه. ففي الفيلم دوت لقت البطل وقعت في غرامه، وهي صغيرة كده، كانت صغيرة، حبيته قوي. فكان البطل بيمثل أعزكم الله إن هو سكران طينة، عجبها الدور. أول ما روحت من البيت لقت الطوبة من الشارع. تقوم تعمل إيه أول ما تروح؟ تكسر في أزايز المطبخ وتكسر في أي إزازة تقابلها. تقوم مش لاقية حاجة، عايزة تكسر بقى، بتمثل إن هي سكرانة طينة، أعزكم الله، بتتقمص الشخصية. تقوم تعمل ايه؟ مسكت الطوبة اللي هي جابتها وراحت حدفاها في مراية التسريحة. تقوم تنزل عليها على دماغها وتأذيها واتعورت. مامتها انقذتها وودتها على المستشفى وانقذتها. بعد ما خفت والكلام ده كله خدت علقة محترمة من والدها. المهم، والدها حاول ان هو يحرمها ويعاقبها شوية ان هي ما تروحش السينما. تقوم تعمل ايه؟ خدت كل حاجة، يعني مثلا مجلات الفن، تاخد صور الفنانين والفنانات اللي بتحبهم وتحطهم وتاخدهم وتلضمهم بإبرة بخيط، وتحط ورا كل صورة لمبة، وتتقمص الشخصية كأنها سيمة، وتتكلم معاهم وتعمل حوار. المهم، طلعت ان هم بعدها بشويه يعني ما هنش عليها والدها وراحت السينما تاني. وراحت ايه؟ لما راحت لقت المره دي ان البطله بتتقمص شخصيه غجريه. عجبها اللوك بتاعها قوي. كل ما تروح المدرسه تحوش مصروف المدرسه علشان تاخد ايه؟ تعمل بيه ايه؟ تجيب روج. وفعلا حوشته، جابت روج وحلق كبير. وهي رايحه المدرسه تقوم تعمل ايه؟ قطعت كمام المريالة وحطت الحلق وحطت روج ودخلت المدرسة. المديرة شافتها كده اديتها علقة محترمة. المهم لما روحت البيت ابوها شافها اداها علقة محترمة. المديرة قالت لها لازم تجيبي لي ابوكي ويشوف حل معاكي، واستدعت ولي امرها وراحت. ولما اشتكت لها خدت علقة تاني من والدها، وقالت لا ده العمر مش بعزقها، وانا كل ضرب ضرب، بلاها سيمة وبلاها اي حاجة. وبالفعل بطلت تروح السيما. لكن كانت برضو بتحب ايه؟ انها تجمع الصور وتحب ان هي تعمل زي ما قلت لكم بالظبط. المهم، تجي دور الايام وتيجي الايام، ومين يسكن جنبها؟ بدر لاما. بدر لاما ده جه هو واخوه ابراهيم لاما، جم من يعني كان في من فلسطين، فكان حصل مشاكل وحرب وكده، واستقروا في مصر وكانوا معاهم احدث معدات سينمائية. المهم لما سكن جنبها هي ايه؟ حبته. لما حبته طبعا اعجب بيها واحد من قرايبه، وكان عايز ايه؟ يتجوزها. يقوم تدب الغيرة في مين؟ في قلب مين؟ في قلب بدر لاما. بدر لاما دوت راح قال ايه؟ طب ما انا اولى. وراح تقدم لها. هي طبعا كانت بتحبه وكان حبيب قلبها وروحها. المهم لما حبته وهو اتقدم، طارت من الفرحة، والفرح حصل خلال 3 شهور بالظبط، واتجوزها. ولما اتجوزها بعدها بكام يوم قال لها تحبي تمثلي؟ قالت يا سلام، دي جات لي على طبق من فضة، وليه لا؟ وطارت من الفرحة وقالت له ماشي. المهم اول ما مثلت على فكرة هي قبل كده وهي طفلة في فيلم اسمه قبلة في الصحراء. بعد كده ده الفيلم التاني اللي مثلته بعد ما اتجوزت من زوجها بدر لاما، وهو فيلم، وهي برضو كان زوجها بدر لاما في الفيلم برضو كان قبلة في الصحراء بقى، كانت صغيرة بس. هو على فكرة يكبرها بالسن بحوالي 13 سنة حاجة زي كده، لان هو من مواليد 1907 وهي مواليد 1920، فبينهم فرق حوالي 13 سنة. لما كبرت بقى وقلت لك واعجب بيها والكلام ده كله واتجوزها طبعا، فقال لها
عرض عليها موضوع الفيلم ده لما راحت تمثل، فخدها في دور ثانوي. لما خدها في دور ثانوي بقى، قامت تعمل ايه؟ قرت الحوار كأنها بتقرا ورقة او موضوع انشا، وعماله تقول وبصه للكاميرا كأنها مذيعة وبتقرا اللي موجود وبتقرا مع نفسها، ملهاش دعوة مين هتتكلم معاه مين هتروح معاه. كاست العمل كله وقع على روحه من الضحك، وكانوا الكل مش راضي يبطل ضحك. عيطت وبكت، وهو خدها على جنب وقال لها: هو احنا مش في البيت بنتكلم مع بعض وتتكلمي مع عيلتك وكده؟ كأنه كده البيت وتكلمي وخدي، والحوار لازم يكون فيه مرونة وخطوات. السينما مش مجرد ان انت تقولي ايه موضوع انشا وتبصي للكاميرا، مش لازم تبصي لها. المهم عملت باللي هو بيقول عليه، وبالفعل يعني ابدعت في الدور ونجحت نجاح باهر، والفيلم كله نجح واتوالت عليها كتير من العروض. من اهم العروض فاجعة فوق الهرم، رجل بين امرأتين، نفوس حائرة، وحيدة، صلاح الدين الأيوبي، كليوباترا، عريس الهنا، واللقاء الأخير. ده ليه حكاية تانية خالص. طبعا هي لما توالت عليها الأعمال ونجحت، وطبعا كانت أغلبية أفلامها مع زوجها بدر لاما، واختار لها اسم بدرية رأفت علشان يكونوا مش بس يتقاسموا حياتهم الشخصية والفنية، لا ده كمان في الاسم عشان هو اسمه بدر سماها بدرية عشان تفضل معاها العمر كله، وهي فعلا اعتزت بالاسم دون. طبعا اللي حصل لها بقى ان هي طبعا سنة 1947 زوجها اتوفى وهو عنده 40 سنة، ودي كانت بالنسبة لها فاجعة كبيرة جدا ومصيبة كبيرة جدا، لأن حب عمرها. مش بس كده، ده بعد كام شهر برضو من موت زوجها اللي حصل ان هو الاستوديو بتاعها استوديو لاما في حدائق القبة اتحرقوا تقريبا. الافلام اللي عملها شرايط الافلام اللي اتعملوها غالبها يعني اتحرق، فده كانت بالنسبة لها أسوأ حظ. عشان كده طبعا هي فنانتنا طبعا لما قررت تعتزل لما زوجها اتوفى، لكن بعدها ب6 سنين المخرج سعيد بزيادة عرض عليها انها ترجع للسينما تاني في فيلم اسمه اللقاء الاخير مع الفنان عماد حمدي، لكن ما لقاش النجاح والنجومية والشهرة اللي كانت قبل كده مع زوجها، وسبب ان طبعا حب عمرها اللي كانت بتمثل معاه وكانت حاسه ان هو بيقويها مات، ما كانتش يعني بالمستوى اللي كانت بيه قبل كده. فقررت انها تعتزل تاني وان هي تتفرغ لحياتها واولادها، وسافرت وهاجرت على كندا وتوفت هناك. هي دي حكاية فنانتنا النهاردة الفنانة بدرية رأفت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى المشاهدة كاملة منكم فضلا وليس أمرا. أتمنى من عيلتي تكبر أكتر وأكتر. ممكن لايك من فضلكم لو سمحتم فضلا وليس أمرا. ومتشكرة الحبايب اللي معايا، متشكرة حبايبي بره مصر وجوه مصر، متشكرة حبايبي اللي جم منوروني. ألف مليون شكر. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.